مساء الخير عليكم، ونتمنى انكم تكونوا بخير وكويسين، ونتمنى ان ينال مضمون الحلقة اعجابكم. وفي البداية احب انوه واكد ان اي ظاهرة بنعرضها بنعمل بس تسليط للضوء عليها، وبنوضحها بدون توجيه اي اساءة او نقد، وبنسيب ليكم القرار. هدفنا التوعية وعرض الوجه الاخر للظاهرة اللي احنا بنتكلم عليها. ويلا بينا نعرض النهاردة الوجه الاخر لظاهرة النزوة. النهاردة هنتكلم عن النزوة عند الراجل، ومين الجاني فيها، يعني هو جاني ولا مجني عليه. ونخلي بالنا احنا قلنا النزوة عند الراجل، معنى كده ان احنا لينا حلقة تانية تتكلم عن النزوة عند الستات او السيدات عموما يعني. طب يعني ايه كلمة نزوة او تجربة النزوة عموما؟ النزوة دي عبارة عن علاقة يعني عميقة شوية، بتتجاوز الاتصال بالكلام وبيبقى فيها اتصال عميق. وده معناه بالمعنى يعني المتعارف عليه ان بيحصل اتصال جسدي ما بين طرفين، طبعا ما بين الراجل والست بدون عقد زواج. وده بيحصل بشكل قليل وما بيتكررش، يعني واحد كراجل يعني يعرف واحدة تعجبه، يعمل معها علاقة جسدية مرة مرتين وخلاص، وكده هو بيقضي وقت ظريف لطيف مع واحدة حركت شهوته، وهو الدافع الأول والأخير في العلاقة دي لحد ما يخلص الوقت اللطيف ده. وده بيتم مرة أو مرتين وشكرا على كده. وبتبقى أحيانا كمان الوقت اللطيف ده بيبقى مقابل هدايا مادية قيمة. وده معنى النزوة سواء عند الراجل أو الست. يعني احنا النزوة معناها ما بيختلفش عن الراجل أو الست، ولا يعني الدوافع بتاعتها واحدة، وهي عبارة عن تحريك الشهوة سواء عند الراجل أو عند الست، والست عندها شهوات زيها زي الراجل. ما تستغربوش، ما هي الست برضو لها نزواتها. وزي ما انا قلنا في اول الفيديو بتاعنا ان احنا نعمل حلقة عن الموضوع ده عشان نشوف الفرق ما بين النزوة عند الراجل والنزوة عند الست. طب تعالوا نعرف ايه الفرق ما بين الحب اللي بجد والنزوة اللي هي اصلا نشوة جنسية لوقت محدد. يعني النزوة دي احنا بنحسن النشوة الجنسية اللي بتحصل في وقت محدد باسم النزوة. في الحب في رغبة دايما في الاتصال بالطرف التاني، عكس الشهوة اللي بيبقى فيها الاتصال بشكل قليل. الاتصال يعني اللي هو اطمئنان واتصال سواء بالرسائل او بالمكالمات. في الحب اللي بيثبت عمق المشاعر الحقيقية ان في حوار ما بين الطرفين، بنتكلم بصيغة الجماعة احنا، يعني احنا دي راجع على الراجل والست. مش في علاقات النزوة اللي اصلا ما فيش اي حوار ما بينهم، هم جايين محددين اهدافهم، يعني هم جايين زي ما احنا قلنا بيقضوا وقت لطيف ظريف وخلاص، يعني ما فيش مستقبل ما بيننا. في الحب بنعترف للي بنحبه بكل اللي جوانا، بنعري نفسنا، يعني ما عندناش بقى ما نخفيه وما عندناش حاجة نكسف منها، لان احنا بنبقى واثقين في بعضنا. اما النزوة هو اصلا مفيش معلومات بتتقال، يعني هو زي ما احنا لسه معرفينها، هو وقت ظريف لطيف بتتكرر مرة او مرتين وشكرا على كده، كل واحد بيروح لحاله. فاللي هو اقصى معلومة اسمك وخلاص، يعني ما فيش حاجة اكتر من كده. في الحب بيكون في تأثير إيجابي على الحياة الخاصة للطرفين، يعني كل واحد بيأثر على التاني بطريقة إيجابية. واحنا طبعا بنتكلم هنا على علاقات الحب السوية، مش العلاقات اللي بتبقى مع النرجسي او مع الشهواني او متعدد العلاقات. اما النزوة هي ما فيش اي تأثير اصلا، لان هما ما بيكملوش مع بعض، ما احنا بنقول مرة اتنين شكرا يعني. طب هو الجواز التاني اللي الراجل يعني بيخطو عليه او بيبقى عايز يعمله او اتجوز بالفعل، الجوازة التانية دي بتبقى عند الراجل ايه، شهوة ولا ده حب؟ تامر شلبي خبير التنمية البشرية قال ان الراجل لما بيتجوز زوجة تانية وبيخوض يعني الجواز للمرة التانية، ده بيسميه قضاء نزوة، مع انه زواج شرعي ومبرر. بس هو بيقول ان 95% من الازواج بيتجوزوا بدون علم زوجتهم الاولى، يعني الجوازة التانية دي بتبقى في السر، علشان طبعا مشاكل اللي هتحصل لو الزوجة الاولى عرفت. عشان كده 95% من الازواج بيتجوزوا جواز تاني في السر. وان الراجل لما بيتجوز الزوجة التانية دي بيتجوزها من اجل الهروب من ضغوط الحياة، ومن الطرف الاولاني اللي هي مراته اللي بيبقى شايف انها منكدة عليه. يعني من الاخر بيرفع عن نفسه،
يعني الراجل اللي بيتجوز الجوازة التانية دي هو بياخدها من ناحية الترفيه عن نفسه وبيدلع نفسه، بس بعد مرور وقت بيكتشف ان الزواجة التانية دي او الزوجة التانية دي بقت ضغط عليه نفسيا وماليا. نفسيا لان هو خايف ان هو يكتشف، نفسيا لو هي بتطلب منه ان هو عايزة تخلف، نفسيا ان هي حاسة انها في الظل، نفسيا علشان خاطر هي عايزاه يبقى عادل ما بينها دي وبين دي، طبعا لان هو يعتبر بيسرق وقت، هو ما يقدرش يبات عندها، ما يقدرش يخرج معاها في اماكن عامة، فبالتالي كل حقوقها بتبقى مهدرة. في البداية هي بتبقى حابة ان هو بيبقى معاها، بس لما بتلاقي ان حقوقها بتتسلب فهي بتبدأ تضغط نفسيا على الراجل وماليا، لان هو طبعا بيصرف على بيتين في مناسبات وفي خروجات، طبعا بيعوضها بقى عشان ما فيش خروجات، بيحط لها بقى مبلغ في البنك او بيجيب لها هدايا قيمة. وعشان كده الراجل في بعد مرور وقت يعني لما بيحس ان بيتضغط عليه نفسي ومالي بيطلقها، وطبعا بتبقى الجوازة دي مش واقفة عليه بخسارة من الاخر. ليه؟ لان طبعا اللي بيتجوز جوازة تانية دي اوريدي هو بيبقى مرتاح ماديا من الاخر، يعني اللي بيدخل في موضوع النزوة فهو مش عايز يعني بيحسس نفسه انه بيعمل حاجة غلط، فيقول لك اتجوز شهر 2 3 سنة ادلع نفسي وكده كده انا معايا فلوس وربنا يعني جابرني فهديها حقها فخلاص كده قال، يعني هو بيضحك على ربنا من الاخر. طب هي النزوة ليها مراحل، ما احنا لسه مفرقين عن الحب، فاحنا طبيعي لازم بقى نفرق مراحل الحب ومراحل النزوة. النزوة ليها مراحل. المرحلة الأولى إن هي أنت تحس إن مفيش اختلاف بينها وبين الحب، والنزوة ديت ليه بقى؟ لأن النزوة والحب في المرحلة الأولى بتبقى المشاعر هي واحدة من حيث السعادة والحب والحيوية ما بين الطرفين. المرحلة التانية هنا هي اللي فيها الاختلاف القوي ما بين الحب والنزوة، لأن النزوة شعورها بيروح إمتى؟ بعد ما يتم العلاقة الجسدية واللي هي ما بين الراجل والست، بعد ما نقضي وقت لطيف ظريف حلو جميل، يعني خلاص انا خدت اللي انا عايزه، فالشعور بقى اللي انا كنت عايزة احسه حسيته، فدي نزوة راحت. اما الحب لا، شعوره بيدوم وبيحب يجدد، لان الطرفين نفسهم بيحاولوا يجددوا من نفسهم لان هم بيبقوا مستمرين مع بعض، وطبيعي بيتم ده تحت صورة شرعية. وكمان هم بيبقوا عايزين يكملوا العلاقة. اما النزوة لا، هم مش عايزين يكملوا العلاقة، هم اصلا يعني ما بيكملوش، هي مرة 2 شكرا. في الحب الحقيقي بيتم التغاضي عن عيوب الشريك، ومش بس كده، كمان الأطراف اللي بتحب بعضها بتخلق الأعذار بعضهم لبعض مهما تكون الخلافات عشان المركب تمشي وعشان نفضل مع بعض. أما النزوة احنا بنشوف بصورة كل عيوب الشريك، وبيحصل نفور ما بين الطرفين، وبيكتشف انه اختار الشخص الغلط. ده طبعا دي بتنطبق اكتر على الجوازة التانية. اما في حالة تقضية الوقت اللطيف الظريف فزي ما احنا اتفقنا انه ما بيلحقش يكتشف حاجة اصلا يعني. في الحب بتكون معايير الحب عميقة، وأهمها إن بيحصل تفاهم عقلي وعاطفي ما بين الطرفين. أما النزوة بيكون المعايير فيها إن حد أو الطرفين يعني اتعجبوا بعض بالمظهر الخارجي، الشكل الخارجي، واو الواد ده جامد جدا، البنت دي بطل، ايه الحلاوة دي، الانبهار بالشكل العام طبعا خلينا واضحين، هو بيتفرج على جسمها وهي برضو بتتفرج على جسمه، الواد ده فت، الواد ده عامل عضلات، البت دي كيرفي، البت دي مكنة، الكلام اللي احنا بنسمعه. فده اول حاجة بيلفت النظر. الحاجة التانية فلوسه، هو هيظبطني او فلوسها هي هتظبطني. احنا قلنا النزوة عند الراجل وعند الست، فاول حاجتين اساسيتين في النزوة الشكل العام الخارجي والفلوس، ونحط تحت كلمة الفلوس مليون خط مش بس نبقى واضحين، لان هي بتبقى عملية استغلالية بالدرجة الاولى يعني. في الحب مش بيبقى فيه مزاج، بمعنى ايه؟ انا مش ابقى مزاجية، انا حابة دلوقتي اكلم الطرف التاني اكلمه حلو وشوية انا مزاجي وحش اطلع عينه واشتمه والا ادب عليه، مفيش حاجة اسمها مزاجية ناحية الحبيب او ان انا ابعد عنه وما اكلموش. في النزوة اصلا هي بتعتمد على اساس المزاج اصلا، يعني الراجل او الست عايزة تقضي وقت ظريف لطيف جميل فده مزاج، عايزة ارفع عن نفسي، عايزة ادلع نفسي فده مزاج. فما ينفعش بقى ان انا ما اقولش ان النزوة دي بتعتمد على المزاجية، لا هي بتعتمد على مزاجية الطرفين. طب هي النزوة بتتشاف ازاي من وجهة نظر المجتمع الغربي والمجتمع الشرقي؟ احنا بنقول كده عشان نعرف الفرق ونفهم السلبيات بتاعت النزوة في العموم.
بداية في المجتمع الغربي زي ما احنا عارفين انهم بيبقوا في علاقات مفتوحة open relationship، وحتى المتجوزين منهم بيبقوا open minded خالص، يعني سواء الراجل او الست. يعني من الاخر المجتمع الغربي بيشوف النزوة للراجل او النزوة للست دي حاجة عادية، وكمان دي بتحسن العلاقة ما بين الرجل ومراته او ما بين الكابلز. ليه؟ لانها بتجدد الحياة الجنسية ما بينهم لما بيرجعوا لبعض تاني، لان هم بيحبوا التجديد في العلاقة وده مطلوب، بغض النظر ان ده كده رسمي، دي دياسة، يعني دياسة عند الراجل طبعا، بس دي ثقافة مجتمع، يعني عشان نبقى واضحين، وكمان بيجهروا بيها، يعني هم بيبقوا واضحين جدا، يقول لك احنا متجوزين او ان احنا في ريليشن شيب، بس يعني بنحب نجدد علشان نوحش بعض. فده المجتمع الغربي، وحتى على أرض الواقع في بعض النماذج الشهيرة بدون ذكر أسامي جهروا بكده، يعني فده يعني المنطلق بتاع المجتمع الغربي. هم ما بيشوفوش ان دي نزوة، ما بيشوفوش ان دي حاجة غلط سواء الست عملتها او الراجل عملها، بل بيشوفوا ان ده متطلب من متطلبات الحياة لتجديد الحياة الجنسية ما بينهم. طيب المجتمع الشرقي بقى بيشوف النزوة ازاي؟ نقف بقى هنا ونحط مليون خط، لان المجتمع الشرقي بيشوف نزوة الراجل بوجهة نظر غير نزوة الست بوجهة نظر اخرى. فاحنا النهاردة هنتكلم على النزوة بتاعة الراجل زي ما احنا قلنا. فالمجتمع الشرقي الرؤية اللي احنا هنقولها النهاردة هنقولها بالنسبة للنزوة بتاعة الراجل. المجتمع الشرقي بيشوف نزوة الراجل انها سقطة وعادي، يعني دي نزوة وهتعدي، والست لازم تعمل نفسها مش واخدة بالها. طب يا ترى الراجل والمجتمع هيشوف نزوة الست بنفس النظرية؟ هنأجل بقى إجابة السؤال ده عشان نجاوب عليه في حلقة نزوة الست. طب هو في سن محدد عشان الراجل يدخل في نزوات ولا ايه؟ بداية كل راجل بيختلف عن التاني من حيث سلوكه واحتياجاته واهتماماته وتلبية رغباته وإمكانياته المادية وكل يعني كباكج كده على بعضها. عشان كده مفيش سن محدد عشان الراجل يبقى داخل نزوة، بس المحدد رغباته، احتياجاته، مدى تحكمه فيها، وفلوسه. بس مؤخرا للأسف انتشر مسمى اللي هو الشوجر دادي، وطبعا في الشوجر مامي طبيعي يعني. ده بيبقى مرتبط بموضوع النزوة أكتر، ومش بس كده، كمان ارتبط الشوجر دادي بسن الراجل بداية من سن 40 وانت طالع بقى. ليه وشمعنا؟ تعالوا نعرف مع بعض ليه الأسباب اللي خلت ان الشوجر دادي ده أو الراجل عموما اللي بيبقى معاه فلوس ويعني مظبط نفسه سواء بالمنظر الخارجي وفت ويعني حاجة جامدة، وبداية من سن 40 وانت طالع، ليه بيخليه يدخل نزوة؟ الراجل من عمر 40 بالأخص بيميل ان هو يعمل تصرفات الرجل العشريني، يعني عايز يحس انه لسه صغنن كده، لسه الواد الجنة ابو عينين ازاز. الراجل في العمر ده بيفضل التعرف على امرأة جديدة عشان يحسسه ان هو لسه مرغوب فيه وانه ما كبرش، ودي على فكرة حاجة نفسية جوه الراجل، يعني زيه زي الست. يعني الراجل من جواه من اول ما بيبدا سن 40 وانت طالع زي الست كده، ما من سن 40 وهي طالعه، اللي هو يقول لك سن المراهقه على كبر. هم من جواهم بيرفضوا ان هم يحسوا ان هم كبروا، ان هم بداوا يدخلوا في مرحله العجز، او ان هو تجاعيد وشنا بتظهر، وان انا ما بقتش مرغوب فيا. والكلام ده اصلا فيك، يعني الكلام على أرض الواقع فيك خالص، لأن النضج أصلا سواء في المشاعر أو في العطاء أو في الحب أو حتى في العلاقة الجنسية سواء ما بين الراجل والست بتبدأ من سن 40 لأسباب كتيرة جدا، يعني بدون الدخول فيها. فهو بيبقى حاجة نفسية من جواه. بس لازم نعرف إن الراجل بكل أعماره بقى من أول سنة وهو عنده يعني طفل وعنده سنة لحد ما يموت إن شاء الله يكون عنده 100 سنة، الراجل طفل صغير بيحتاج التدليل والاهتمام عكس الست. نحط الموضوع ده او الجملة دي في ودنا كويس جدا، والرسالة دي بالاخص لكل الستات. الرسالة دي بالاخص لكل الستات. الراجل من سن سنة لحد ما يموت ان شاء الله يكون عنده 100 سنة طفل بيحتاج التدليل والاهتمام. الراجل في العمر ده بيحب السفر والترفيه، ان يدلع نفسه يعني. الراجل في السن ده بيحتاج ان يلاقي امرأة تساعده على اكتشاف نفسه،
وبيحتاج إلى ست أو امرأة جميلة، صاحبة شخصية قوية، معتمدة على نفسها، تقدر تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. يعني من الآخر عايز يحس إن جنبه عمود كده يستند عليه، اللي هو ايه بقى، كان المشوار طويل فانا تعبت، فانا عايز كده ايه استريح شوية، اميل كده راسي على كتف اسند عليه. فهو عايز شخصية ست قوية بالمنظر ده. ممكن تكون الست اللي معاه اللي بدأت معاه المشوار، يعني لو هو كان متجوز، يعني ايه، مش مهتمية بيه، مهتمية بالعيال، مش مهتمية بنفسها، دايما بتحسسه ان هو كبر. في ستات كده، فبالتالي بيدور بره. ولو هو لسه ما اتجوزش فهو بيدور على واحدة تبقى بالمواصفات دي. الراجل في السن ده بيحس ان هو تعب بقى، يعني من سن 20 أو 15 سنة لو هو بيشتغل وهو بيدرس لحد ما يوصل لسن 40، بيحس ان الوقت والعمر عدى وهو بيكون نفسه وبيشتغل شقي، فيبقى عايز يعوض نفسه ويدلعه على تعب السنين. الراجل في السن ده برضو بيحتاج للهدوء والاهتمام بنفسه، وان هو يبقى واثق من نفسه، من امكانياته على جميع الاصعدة، امكانياته النفسية والجسدية والجنسية والعاطفية وكله يعني. وعايز يحارب الملل. كمان بيحب ان يبقى معاه ست عندها ذكاء عاطفي في العلاقة، تعرف امتى تحتويه، امتى تديله اللي هو عايزه، امتى تحرمه علشان يرجع لها، زي الطفل اللي بيبقى عايز حاجة، فلما يبقى عامل حاجة غلط أنا أحرمه منها، فهو يبدأ يعدل من سلوكه. وعلشان كده أنا قلت إن الراجل من سن سنة لحد ما يموت، لو إن شاء الله يكون عنده 100 سنة، بيكون طفل بيحتاج التدليل والاهتمام، وبيحتاج الذكاء في التعامل، سواء في العلاقة العاطفية، العلاقة الجنسية، المعاملة العامة. طب خلينا نقف نتفق مع بعض. النزوة عند الراجل الست بتعتبرها خيانة، بس الستات بتختلف عن بعضها. من حيث ايه؟ هي فاهمة الراجل اللي معاها، ولا واخداه مصلحة وجواز مبني على الماديات وخلاص، ولا هي يعني الراجل ده بيمثل لها ايه؟ لان احنا طبعا يعني احنا شايفين نسب الطلاق عالية، وعملنا حلقات قبل كده على انواع الجوازات المختلفة اللي بقت منتشرة بطريقة مش طبيعية. وهو اصلا ده مش جوازات، يعني في كل المقاييس دي مش جوازات، الجواز معروف وشروطه معروف. اي حاجة تانية بقى خارجة عن المعروف دي والمألوف دي بتبقى مش طبيعية، يعني ده مش جواز. انت بتضحك على نفسك، بتضحك على الطرف التاني، بتضحك على ربنا، فانت هتحاسب، ما فيش مشكلة بقى. فاحنا عايزين نعرف الست هتبص لنزوة الراجل ازاي. بس الستات كلها عشان بس نبقى واضحين بتتفق ان نزوة الراجل دي خيانة ليها. فبيختلف رد الفعل من ست للتانية على اساس ايه؟ على اساس الراجل ده بيمثل ايه للست دي. فهنلاقي اللي هنعرضه مع بعض دلوقتي على حسب الست اللي في حياة الراجل، واللي بتشوف الراجل ده بالنسبة ليها ايه لما يعمل علاقات متعددة او يدخل في نزوات. وخلي بالك احنا في فرق ما بين علاقات متعددة ونزوات. احنا قلنا النزوة يعني هو بيعرف واحدة بيقضي معاها وقت ظريف لطيف مرة 2 وخلاص. العلاقات المتعددة هو كل يوم مع واحدة شكل. اما النزوة بتبقى على مراحل متباعدة. يعني في ستات بتتعامل مع نزوة الراجل انها خيانة عابرة، يعني مرة وخلاص او مرتين وخلاص، وبتبدأ تهتم بنفسها وبأنوثتها وبجوزها وتحسسه انها سامحته. ونخلي بالنا من كلمة تحسسه، يعني ما هي مش نسيت او انها تناست، لا، هي بتحسسه، لان هي في الحقيقة مش كده. هي بتعمل بس كده من منطلق علشان يعني العلاقة ما تبصي والبيت ما يتهدش، وعشان برضو كبرياء الأنثى، واللي بتشوف ان علاقات الرجل اللي هي النزوات ده جرح ليها ولكرامتها. بس هي تنسى ان هو خانة؟ لا طبعا، ما فيش حاجة زي كده. وتبقى ست كدابة اللي تضحك على الراجل وتقول له ان انا نسيت خيانتك، ويبقى ده راجل بقى معلش بيحب يضحك عليه ويتقرطص. ما فيش ست ابدا وتنساهلوش، يعني عشان نبقى واضحين، إلا في حالة محددة وهنقولها دلوقتي. في ستات بترفض مبدأ النزوات أصلا للراجل، وإن هو لو عمل نزوة وعرفت بيكون رد فعلها إنها بتفضحه قدام الجميع والمجتمع وأهلها وأهله من أول نزوة، وطبعا بتنتهي بالطلاق. وطبعا ده برضو من منطلق العلاقات اللي بتبقى فيها ندية مع الراجل، يعني بتتعامل ند بند، راس براس. ونوع الجوازة نفسها يعني هي واخداها مصلحة علشان مثلا المستوى الاجتماعي، عشان الشكل الاجتماعي، عشان ما يتقالش عليها عانس، عشان تجيب عيال، عشان ما ينفعش تجيب عيال من غير جواز، علشان هيكتب لها شقة، هيكتب لها فيلا،
يكتب لها عربية، يحط لها فلوس، يجيب لها مهر مؤخر، قايمة، الكلام ده. فهي خدت خلاص اللي هي عايزاه من الراجل، فخلاص بقى يعني انا ليه استحمل نزواته في 60,000 سلامة، واحد يروح 100 يجي غيره، لان هي اصلا ما فيش حب ولا عشرة ولا مودة. لا، ما هي العملية عندها ايه؟ خد وهات. في الحالة الثالثة بقى، وده النوع من الستات اللي بتكن مشاعر حب حقيقية للراجل. بمعنى، في هما نسبة قليلة، في ست بتحب الراجل جدا وبتكن له مشاعر قوية جدا، بتتعامل ان الراجل لما بيدخل في نزوة بيبقى ده احتياج نفسي منه، زي ما احنا قلنا ليه اسباب الراجل بيدخل في النزوة، فبتتعامل معاه من المنطلق ده ان ده ابني، طفلي، غلط، فانا لازم احتويه علشان اعدل من سلوكه، وابدأ معاه ان انا احتويه، التمس له العذر، واجدد العلاقة بيني وبينه، وما فيش سره، يعني ما فضحوش، لان ده سر جوزي، وانا وجوزي وجهين له عملة واحدة. واتكلم معاه بحكمة عشان احسن الوضع، واعرف ليه هو عمل كده لما يهدى، ويعني بس اتعامل معاه كابني مش كجوزي. عشان كده قلت لك في نوع من الستات هي حقيقي بالفعل ممكن تنسى موضوع النزوة دي. دي بقى النوع ده، ان هي بتتعامل معاه دلوقتي بقى حاطه كبرياء الانثى وكرامتها على رف، وهي بتتعامل مع ابنها اللي غلط، فانا مش هضيع ابني، يعني مش هذبحه، بس هتعامل معاه باحتواء، وان انا احط له اعذار، واحاول اجدد العلاقه بيني وبينه، احاول اجدد من نفسي، اخليه يجدد من نفسه، ازود ثقته بنفسه جواه، سواء الثقه في النفس من الناحيه العاطفيه، من الناحيه الجسديه، من الناحيه الجنسيه في التعامل. ما حسسوش ان هو كبر، ما حسسوش ان هو ما بقاش مرغوب فيه. يعني لازم مش افشي سره وخلاص بقى اعلق له المشانق، لا، ما ينفعش كده. واتكلم معاه بالحكمه، وده الذكاء العاطفي اللي احنا اتكلمنا عليه. ومش كل الستات دي، امتى؟ في حاله ان الست تبقى شاريه الراجل لنفسه لذاته، يعني انا مش فارق معايا هو مين، عنده ايه، بيجيب لي ايه، لا، هو فارق معايا وجوده في حياتي. خلينا واضحين، احنا كلنا عيوب، ما فيش انسان ما فيهوش عيوب. وطبعا انا عارفه ان الحلقه دي الستات هتهاجمني وهتقول ازاي وانت بنت وبتتكلمي كده. انا بتكلم بحياديه عشان بس نبقى واضحين. في رجاله تستاهل ان انت تسامح في العلاقه، وان انت تدي لو اللي قدامي ده بيقدر، عشان بس نبقى واضحين. اما وان انا ابقى واخداه عن حب حقيقي، وانا عارفه ان هو بيحبني وغلط، فما ينفعش اعلق له المشانق زي ابني كده، مش هذبحه لما يعمل حاجه غلط. فعلشان بس ما تهاجمش يعني. طبعا الراجل اللي بيبقى معاه ست زي دي المفروض يحافظ عليها، ده الف ب يعني زي عينه، لان هي كده شارياه وبتتغاضى عن عيوبه، وهي مش متجوزاه مصلحه، هي متجوزاه علشان هي بتحبه، يعني هي بتحبه وشاريه خاطره. بس بقى بيبقى ليها، يعني هي مش هتفضل بقى معدية على طول، لان برضو في رجالة بتسوق يعني، لا، هي بعد ما بتتكلم معاه بالطريقة اللي احنا قلنا عليها بالذكاء العاطفي، وبتحتويه وتزود ثقته وتحسسه ان هو مرغوب، وتجدد العلاقة زي ما احنا قلنا، هي بتعمله منشن كده، يعني انا يا حبيبي اهو، انا يعني عديت، بس بعد اذنك انا مش عايزة يعني ايه يتكرر الموضوع ده، عشان لو اتكرر انت كده بتخليني امشي. لان خلي بالكو برضو الرجالة اللي معاها نوع من الستات دي، الست اللي بتصبر وبتتحمل وتبقى شارية راجل بيدخل في نزوات او في علاقات متعددة، بيبقى لها سقف تحمل. بعد كده هي بتحس ان انت مش شاريها، وان انت بتمرمطها، فبالتالي انت ما قدرتش كل اللي انا بعمله ليك، فانا ببعد بهدوء. بس طبعا بيبقى فيه بقى فجوة ما بينهم. ولما النوع ده من الستات لما بيبعد ما بيرجعش تاني، عشان برضو دي رسالة للرجالة. علشان كده انا قلت ان الراجل اللي معاه ست تتعامل معاه بالطريقة اللي احنا لسه قايلينها في النزوات وفي مشاكله وفي علاقاته المتعددة، يحافظ عليها، لان احنا قلنا 3 انواع الستات اللي بيتعاملوا بطرق مختلفة في موضوع النزوة مع الراجل. حبينا نزود الحلقة بتاعت النهاردة بقصة حقيقية لأحد نزوات الرجالة،
وطرحنا السؤال ده على صفحتنا بالفيسبوك، وبالفعل في مجموعة من الرجال بعتوا لينا قصصهم. احنا اخترنا قصة، وطبعا احنا مش هنقول اسامي احتراما للاشخاص، ودي سياسة القناة بتاعتنا والحلقة بتاعتنا. القصة هنقولها كالآتي، وطبعا احنا عايزينكم بعد ما نخلص القصة دي وكده تشاركونا برأيكم. القصة بتبدأ ان في يعني تجار شغالين في مجال معين، والتجار دولت متجوزين، 3 أصدقاء يعني متجوزين، والسيدات بتاعتهم أو مراتاتهم يعني حبوا ان هم يعني يساعدوهم في الشغل عن طريق ان هم بيسوقوا شغلهم في المجال اللي هم شغالين فيه عن طريق صفحات السوشيال ميديا. وعلى أساس كده في واحدة من السيدات دي بحكم طبيعة شغل جوزها بدأت تتعرف على رجال أعمال تقال في البلد، علشان بياخدوا من المصدر، لأن دول تجار اللي هم يعني السورس اللي بيوزعوا بعد كده للأماكن التانية. يعني بيبقى طبيعي بياخد بسعر زي يعني صاحب مصنع بيطلع حاجة، فرجل الأعمال ده بياخد منه علشان إيه يحط في محله أو في المعرض بتاعه او كده يعني. فالست دي اتعرفت بالفعل على احد رجال الاعمال اللي موجودين، له اسم وشأن في المجتمع وتقيل تقيل يعني، ومتجوز رجل الاعمال ده من سيدة اعمال برضو تقيلة ولها اسمها، وسواء اسمها في السوق او مستواها الاجتماعي. الست اللي هي مرات التاجر دي يعني هي بيشهد ليها انها يعني ليها يعني عندها جمال، وفي نفس الوقت اسلوبها يعني ايه حنين، عشان احنا طبعا احنا بنحاول نحسن الكلام اللي اتقال لنا يعني. وبتعرف تجيب الزبون. رجل الاعمال بدأ ان هو يطلب اوردرات من التاجر دوت، وبدأ يطلب ان هو يتعرف على التاجر ومراته. وبالفعل بدأ التعارف، لان هم مش هيفضلوا يشتغلوا عن طريق السوشيال ميديا وخلاص. شاف الست من جواه، حركت شهوته، عجبته، بدأ يتواصل معاها. هي طبعا ست محنكة وست بتاعت سوق، فهمت ان الراجل عينه منها، فكلمة في خطاب في رسالة، طبعا بتريق يعني. رجل الأعمال حب يعني يعزم مرات التاجر ده في أحد المدن الساحلية على حسابه، وطبعا من المدن اللي بتسمح ان يعني الراجل والست ينزلوا مع بعض في أوضة بدون عقد جواز. طبعا هي في بعض المناطق اللي بتسمح كده. هي كانت عارفة قبل ما تروح، وللأسف هي طبعا يعني ما كانتش أمينة، ان هي ما قالتش لجوزها، وهو برضو رجل أعمال ما كانش أمين وخاين، ما قالش لمراته. هي فهمت جوزها انها رايحة عند ناس من قرايبها، وفي الوقت ده التاجر كان يعني بيمر بأزمة مالية نتيجة الظروف بتاعة العالم كلها. ورجل الأعمال طبعا الدنيا ميسرة معاه، فهو بيسافر، فما قالش لمراته رايح فين، هو يعني كأنها صفقة شغل. لما راحوا المدينة الساحلية بالفعل هما نزلوا في أوضة، بس هو معرفش يعمل معاها حاجة. ليه؟ لان هي لعبتها صح. عايزني تتجوزني. طب الست تتجوزك ازاي وانت متجوزه؟ لا، ما انا هتطلق. فالمهم الاتفاق حصل كالاتي، لان هي طبعا جننته. احنا ما خلينا واضحين، الوضع مع ان يعني الوضع بتاع ان راجل يمشي ورا شهوته خلاص هو لغى عقله. هي قافشه معاه دلوقتي ان هو ياخد حاجه معينه، ان شاء الله يدفع ملايين الجنيهات، المهم هو عايز يحقق حاجه، وده طبعا خلاص بقى يبقى الشيطان راكبه يعني. فاتفقوا على الاتي، انها تتطلق وهتاخد 1.5 مليون، ويتجوزها 3 شهور، بس يتجوزها عرفي علشان خاطر مراته ما ينفعش تعرف. والانقح بقى ان هو انها تعيش معاه قبل ال3 شهور دولت، من يعني اول ما يعني يتجوزوا، يعني ال3 شهور دول اول ما تطلق، يعني ما فيش شهور عده. يعني بص الحرام يعني انا مش فاهمه فيه ايه، وليه بقى نعمل جواز عرفي؟ انا ما فهمتش النقطه دي الصراحه يعني من القصه. رجعت الست المبجله لجوزها التاجر. المفاجاه
انها قالت له العرض. يعني انا مش عايزاكم بقى تتفاجئوا بقى، يعني ما خلاص احنا منحنى نازل في الاخلاق يعني. وطبعا بطريقتها وكده عرفت تضحك على الراجل. اه والله. واقنعته انه يطلقها، وانها هتروح تتجوز الراجل 3 شهور وهتجيب له 1,500,000، ومنها 1,500,000 دول يفكوا ازمته والديون اللي اتراكمت عليهم والوقعة الاقتصادية اللي حصلت، وباقي الفلوس يقفوا على رجليهم تاني. الاحلى بقى، وانا بقول الاحلى ده تريقة يعني، ان جوزها التاجر وافق. ماشي. يعني طبعا احنا هنصدم دلوقتي، بس عادي، ده لسه اللي جاي اتقل يعني. بالفعل طلقها. بالفعل هي راحت قبل شهور العدة، جوزت راجل الأعمال، أجر لها شقة في حتة راقية فخمة جدا، وحط لها بالفعل 1,500,000 في حسابها في البنك قبل ما تتجوز عشان تبقى ضامنة حقها. وخلال ال3 شهور دول كان مدلعها، ويعني ايه كل الدلع اللي في الدنيا، وهدايا ايه وذهب ايه والماظ ايه وعربية، ويعني دلع دلع. والراجل استمتع ال3 شهور بحق الايه الفلوس والعربية والألمازات والذهب والهدايا اللي جابها لها. وبعد ال3 شهور قطعوا الورقتين اللي هم اصلا غلط، وان هم اصلا حرام. الست بصراحة طلعت محترمة واحترمت اتفاقها مع جوزها، ورجعت له ب1,500,000 وقالت له سدد ديونك، واحنا عايزين نفتح بقى معرض اكبر ونوسع نشاطنا، ونحط تحت كلمة نوسع نشاطنا دي 1,000,000 خط. وطبعا راجعة بقى ايه يعني حاجة تانية بقى، الست بقت هاي كلاس خالص. مش بقت مرات التاجر، لا هي بقت عايشة دور مرات رجل الأعمال، فهي مش عايزة تنزل عن المستوى ده، فبدأت تتعامل من المنطلق ده. وفي نفس الوقت جوزها رجعها اللي هو التاجر. اللي بيحكي لنا القصة دي صاحب من الاتنين التانيين للتاجر، لأن التاجر من فجره، ودي حقيقة يعني، ما هي دي الكلمة اللي تمشي معاه، من فجره ودياسته، يعني هو فاجر وديوس. شايف ان دي كانت صفقة رابحة جدا، وان هو كده حقق كل اللي كان نفسه فيه، طلع من الديون، طلع من الأزمة، وقف على رجله، عايش في مستوى هو ما كانش عايش فيه، بغض النظر ايه هو السعر اللي دفعه، اللي هو من شرفه ومن كرامته. واللي اكتر من كده انه بقى موافق عشان كده قلت لكم حطوا تحت كلمة ان احنا عايزين نوسع نشاطنا. بقى موافق لما رجعها ان هي تتعامل بنفس الطريقة، بس من غير بقى ما اطلقك، علشان انا كده لما اقعد اطلقك مرة واثنين وثلاثة هنبقى محتاجين محلل، فخلاص روحي وانا هعمل نفسي مش واخد بالي، وغيبي شهر 2 3 سنة حتى، وانتي كده كده بتتجوزي عرفي فحدش هيعرف، طبعا ده مش جواز ده زنا، وتجيب لنا فلوس مفيش اي مشكله. السؤال بقى هو بيعرف يتعامل معاها؟ الجواب للاسف. هو بقى خلاص ما بقاش راجل، ما انا قلت ايه المعنى اللي يمشي مع القصه دي، الفجور والدياسه. فهذا التاجر بيحكي بقى بيفضفض مع اصحابه الاتنين التانيين، لما بيقولوا له هو انت جبت منين الفلوس دي كلها والعيشه اللي انت عايشها والمستوى ده انت يعني ايه كنت مضروب في السوق. فهو قال لهم القصة اللي احنا بنحكيها لحضراتكم، بل قال لهم ايه بقى، انا كمان عندي يعني ماشي في السكة ديت. ماشي ازاي؟ ان انتوا لو عندكم استعداد، طبعا دول تجار معاهم فلوس، لو انتوا عايزين تمشوا بنفس الليلة، انا عندي ناس ستات يعني اجوازتها مسجونين، بغض النظر بقى عن نوع القضايا يعني اللي مسجونين فيها، بس مسجونين يعني مدة صغنونة، اللي هي مثلا سنة 6 شهور سنتين كده يعني. فلو انتوا حابين تغيروا يعني ويعني تعيشوا حياتكم شوية كده وترفعوا عن نفسكم، انا ممكن اجيب لكم الستات ديت وتتجوزوهم في السر وعرفي المدة اللي انتوا عايزينها وتردوهم بعد كده. يا باشا يعني ده حتى ربنا بيقول اذا بليتم فاستتروا. مش بس هو بقى فجور ودياسة، لا ده كمان بينشر الفجور، ده بقى قواد رسمي يعني، ما هي ما ملهاش معنى تاني. ومبرره لكده ان المجتمع دلوقتي العربي بكل انواعه، يعني سواء مصر، الخليج، اي بلد عربية،
بقت بتشجع على موضوع الاوبن ريليشن شيب، وبتشجع على الموضوع دوت. وكمان في بعض الدول العربية بقت بتغير في القوانين المدنية بتاعتهم، علشان حتى لو الست جابت طفل من غير جواز، ونحط دي تحتها مليون خط، ينسب للأب، مش لازم يبقى فيه جواز. لا، هو بالفعل في دول عربية عملت كده، بس يعني مش معقولة يا جماعة ان احنا نوصل لمرحلة الزنا، يعني ده ابن زنا او بنت زنا، وان احنا كمان نشجع الزنا. وبيقول له ان كل، يعني ده طبعا مبرر التاجر، يعني ما انت شايف هو رجل الاعمال عمل ايه، الطبقة دي عشان ربنا مديها فلوس بيعملوا كده، وانتوا نفسكم عايزين تعملوا كده، بس انتوا خايفين من مراتاتكم، فانا بوفر لكم اللي هتبقى ستر وغطا عليكم. ففي واحد من اصحابه اللي بعت لنا بقى القصة، هو كان في حالة لخبطة، هو عايز يجرب بس هو مش عارف ان ده صح ولا غلط. فيعني لما هو حكى لنا القصة، فبيقول طب انكم يعني لكم في العلاقات النفسية وبتفسروا وبتحلوا مشاكل للناس وبتدوا نصايح، يعني طب ده صح ولا غلط؟ احنا من هنا عشان هو بيسمعنا، ده مش جواز، ده زنا. ده مش جواز، ده زنا بكل المقاييس. تاني، ده زنا وده دياسة وفجور. مفيش جواز بالمنظر ده نهائي. واي راجل، وده ما بيبقاش راجل على فكرة، ده بيبقى ذكر، يعني اللي يسمح على نفسه ان هو يشغل مراته في هذا المجال وهي على ذمته، ده اسمه ذكر وليس رجل. وكمان بيبقى قواد ديوس، واللي بيحصل ده اسمه زنا يا جماعة، مش جواز نهائي بكل المقاييس. والست اللي بتقبل على نفسها انها تعمل كده، دي مش ست، دي حيوانة بتبيع نفسها مقابل الفلوس. طبعا انا عارفة ان انتوا هتزعلوا ان احنا اول مرة بنقول الالفاظ دي، بس هو حقيقي ملهاش اي وصف تاني. فاحنا ردينا على صاحب القصة دي بنفس الرد اللي احنا ردناه عليكم دلوقتي في الرسائل، وبنقوله تاني في الفيديو. ده زنا، وده ضحك على النفس، وده دياسة، وده فجور. واللي بيعمل كده بيبقى قواد، وما بيبقاش راجل، وبيبقى ذكر. ودي ما بتبقاش ست بمعنى العلمي للست، بمعنى العلمي اللي هو انها انثى. الانثى لازم تحافظ على انوثتها وتديها لواحد فقط اللي يستاهلها، مش تبقى زي الحيوانات بتبيع جسمها بالربع ساعة وبالساعة وبالشهر مقابل مين اللي يدفع اكتر. دي كده عاملة زي الحيوانات بالظبط. يعني احنا كده نهينا قصتنا، وبنكون حلقتنا خلصت، وبنتمنى ان محتوى الحلقة ينال اعجابكم، وشاركونا برأيكم في الكومنت، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وصفحتنا على الفيسبوك، واللايك والشير وتفعيل الجرس. ونشوفكم على خير في الحلقة القادمة، وان شاء الله هنعمل حلقة على نزوة الست. ومع السلامة، ونشوفكم على خير.